السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرى الحاج موسى محمد نور. ماذا يعني الاحتفال بذكرى الحاج موسى محمد نور؟ عندما قررنا نحن في حركة الوفاق الإريترية تنظيم أسبوع نشاطات احتفاء بذكرى يوم 31 أكتوبر 2017، وذلك من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2021، كان الغرض الاحتفاء بالذكرى التي وقف فيها الشيخ الجليل الحاج موسى محمد نور. وكان الهدف من هذا الاحتفال لفت الانتباه أو الأنظار إلى هذه المناسبة الهامة باعتبارها محطة تاريخية هامة في مواجهة الديكتاتورية بعد أن لف صمت رهيب حياة شعبنا السياسية، وكانت حركة فورتو هي الصرخة الأولى في وجه الديكتاتورية، ثم ظن الناس بعدها لفترة أننا عدنا مرة أخرى إلى صمتنا، إلى أن جاءت صرخة أخرية، ثورة أخرية، انتفاضة أخرية بقيادة هذا الشيخ الجليل الحاج موسى محمد نور. ما هي المعاني والدلالات أو العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث؟ بداية علينا أن نقر ونعترف أن وقفة الحاج موسى محمد نور كانت وقفة شجاعة قل مثيلها في تلك الفترة. والدروس المستفادة من هذا الحدث هي أن الحياة وقفة، موقف شجاع، خاصة عندما يأتي من رجل 90 العمر تعبت قواه ولكن لم تفتر عزيمته. من أين استمد الحاج موسى محمد نور هذه الشجاعة وهذه القوة؟ هل هي وليدة اللحظة أم هي امتداد لتاريخ نضالي حافل بالبطولات والشجاعة والصمود؟ الحاج موسى وحسب ما حكى عنه رفاقه ومعاصروه له تاريخ ناصع البياض في النضال الوطني الإريتري، خاصة دعمه لتنظيم جبهة التحرير الإريترية بالمال والاحتياجات المادية، إضافة إلى أنه شارك حتى في العمل الفدائي، وعملية مطار أسمرة خير شاهد على جهوده الوطنية. المشكلة الآن هي لماذا يكون لشخص مثل إسياس أفورقي القدرة على إذلال الوطنيين الأحرار والتربويين الكبار والنبلاء مثل الحاج الشيخ موسى محمد نور؟ هذا الموضوع يجب أن يستوقفنا ويدفعنا بقوة للعمل من أجل إزالة هذه الحقبة المظلمة من تاريخنا الوطني. هذا النظام بكل ما يمثله من بؤس وحرمان وحروب وسجون وقتل وتشريد لا يمثل قيم نضالنا الوطني التحرري. عليه إسقاط هذا النظام المستبد ورمزه إسياس أفورقي واستبداله بنظام وطني إريتري ديمقراطي يبني المؤسسات ويحترم ويحتكم إلى القانون، هو البديل الذي يجب أن نسعى إليه ونعمل من أجله ليل نهار لإخراج شعبنا من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الحرية. وبهذا نكون قد كرمنا الحاج موسى محمد نور وصحبه الكرام من رموزنا الوطنية، وأعدنا الكرامة لأنفسنا ولشعبنا ووطننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قادمون قادمون يا شباب الوطن، نقلع الظلم سويا، قد دعا الداعي ونادى نقلع الظلم سويا، قد كفانا صمت أمس يا أخي، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، قم بنا هيا هيا يا شباب الوطن، هيا هيا يا شباب الوطن، يا شباب الوطن، يا شباب الوطن.